أنا الدكتور مصطفى شيبة، استشاري جراحة المسالك البولية، ومن الأسئلة اللي بتجيلي كتير قوي في العيادة بالذات في الفترة دي من الصيف، هل الحصوات بتزيد فعلا في الصيف ولا لأ يا دكتور؟ بصراحة هي دي معلومة منتشرة جدا، وأنا هصححها لكم بمفهوم بسيط جدا. الحصوات مش بتزيد قوي في الصيف زي ما احنا متخيلين، انما هي الى حد كبير جدا فرص اكتشافها في الصيف بتزيد، لاننا في الصيف بنفقد جزء كبير جدا من الميه في العرق، فكميه البول بتقل. فحتى لو في حصوه صغيره كانت ممكن البول يزقها وتنزل تخرج بره الجسم بألم بسيط جدا، بتيجي في الصيف وبنحسها جامد قوي. مشابه لده جدا اللي بيحصل في فتره الشتاء لما يجي المريض ويقلل جدا شرب الميه، فبالتالي يبقى في الم هو ما كانش حاسه من الاول، انما يبتدي يجيله الم لان برضه كميه البول اللي جسمه بيكونها قليله جدا، فالحصوه تباعا حتى لو كانت الجسم بسهوله جدا ممكن يطردها دلوقتي بقت بتقف. معلومه مهمه جدا ان المريض المفروض او اي شخص فينا يتناول ما بين 2.5 ل 3 لتر ميه في اليوم. استنونا في موضوعات طبيه جديده مع كلينيك الدكتور مصطفى شيبة.